إذا الركنية تلعب بسرعة في القائمة الثانية بالراس. هو الكعبي، من غيره هو الكعبي. السلسلة والعرضة والانطلاقة واللمسة الأخيرة وجول. هو نجم المرنجس، نجم هدفك يا الكعبي. هات الصورة، هات الإعادة، نقول لمخرج المباراة والله لو اطار دائما نقد البناء. عندي جوج ملاحظات. الملاحظه الاولى ملي كتضيع علينا الكره البريسينغ ديالنا بعض المره كان كيكون فيه مشكل، حتى هو مطيح من ليغو ديالو وبانت في وسط التيران باللونغاجمون ديالو. انا كندويها لو بوين تور دو جروب ديما كنقولها اللي كيامنا هي نبقاو في الرباط. كنا باغيين نكونوا الاوليين كيف ما كانت. هادشي اللي درنا اليوم عاد هاد الرباح 3-0 سي بيان بور لا كونفيونس. اون شونجي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الدراري لي زامي كاع اللي كيتفرج في القناه ديال شايبي فايبس، اليوم كنعيشوا واحد الفرحه كبيره بالفوز ديال المنتخب المغربي على زامبيا ب3-0. هذا الماتش اكد ان المنتخب المغربي رجع بقوه وقدروا يصحوا الاغلاط ديالهم في كاس افريقيا 2025. هذا الانتصار جا من بعد واحد المرحله اللي عاشوا فيها ستريس بسبب التعادل مع المنتخب المالي. النتيجه ما كانتش في المستوى لدرجه ان الجمهور المغربي طالب بتغيير المدرب، ولكن اليوم شفنا المنتخب مختلف، لعب بتركيز وفعاليه كبيره، واهم حاجه هي الروح القتاليه ديال اللعابه كاملين من الدفاع حتى الهجوم وحارس المرمى. غنبداو بنجم المباراة وبلا منازع ايوب الكعبي. هاد المهاجم دار ماتش واعر بزاف، قدر يسجل 2 ديال البيوت، واهم حاجه هي قدر يرجعنا للماتش الاول اللي لعبنا ضد جزر القمر، حيت غيماركي كوت سيزو او بالعربيه ضربه مقص. هادشي كيبين الثقه الكبيره ديالو، واهم حاجه هي التمركز ديالو باش يستقبل الكرات العرضيه داخل منطقه الجزاء. ثاني نجم هو ابراهيم دياز اللي كيلعب في فريق ريال مدريد، هو اللي ماركا البيت الاول في الماتش ضد زامبيا. حتى هو قدم اداء واعر بزاف. المستوى ديالو في الكان 2025 بين انه اضافه حقيقيه للمنتخب المغربي، وانه لاعب قادر يقود الهجوم ويخلق الحلول في الماتشات الصعيبه، وهذا الشيء كيفكرنا في اللاعب ديالنا حكيم زياش. اما بالنسبه للمدرب وليد الركراكي اللي اليوم باين انه ما كررش نفس الاغلاط، التشكيله ديالو كانت متوازنه، النهج التكتيكي ديالو كان واضح بزاف، ولي شونجمون او التغييرات اللي دار كانوا في الوقت المناسب، وهذا الشيء انعكس مباشره على الاداء ديال المنتخب وحتى النتيجه 3-0، النتيجه اللي كانوا كيساينوها كاع المغاربه. الماتش ديال اليوم قدر يرجع الراحة للجماهير المغربية بفضل هذا الانتصار، والحمد لله المنتخب المغربي دخل رسميا لدائرة التأهل إلى دور الثمن النهائي. ومعلوم تصدر المجموعة ديالو هو الاول في المجموعه A اللي فيها جزر القمر، مالي وزامبيا. ما نقدروش نعرفوا مع من غنلعبوا الماتش الاول في الثمن حتى نسينو الماتشات يكملوا ديال الفرق الاخرين. كيف ما شفتوا في الماتش المدرجات كانوا عامرين، الجمهور ساند المنتخب المغربي من الكبير حتى الصغير، وهذا دليل كبير على ان الجمهور وخمر التعادل مع المنتخب المالي فرجع الثقه ديالو في المنتخب. الحمد لله الثقه رجعت، والطموح ان نربحوا كاس افريقيا ولا كيرجع. بغينا نشوفوا التشكيله ديال وليد الركراكي اللي يلعب فيها دور الثمن، نشوفوا التغييرات اللي غيدير والخطط اللي غادي يلعب بها باش ما نعاودوش نفس الاغلاط اللي قبل ونبقاو بعاد على دائره الخطر. غادي نقول مره اخرى مبروك الاسود الاطلس. خليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير على اللاعب ايوب الكعبي وابراهيم دياز اللي ماركاو البيوت في الماتش ضد زامبيا. واش كتظنوا ان المنتخب غيبقى بنفس المستوى من هنا حتى الاخر ديال البطوله؟ ما تنساوش ديروا جيم وسبسكرايب. شكرا بزاف، نتلاقاو في الفيديو الجاي.